بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. متابعين الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من سوالف دواوين، ومثل ما اعتدنا في كل حلقة ناخذ قصة، ومن هاي القصة ناخذ الحكمة والعبرة. اليوم حقيقة فرحتي لا توصف، وهذا يعد نجاح الكل راهني عليه. منذ أول حلقة انطلقت من برنامج سوالف دواوين كثير من راهن أنه أنت الآن تتكلم في موضوع أكل وشرب عليه الدهر، أنه الآن اللي تتكلم عنه هذه العادات والتقاليد هذه مثالية وهذه انتهت وهذه ما موجودة بعد ولا يمكن أن ترجع، لو ظل ما تتكلم سنين ما راح ترجع هذه العادات وهذه التقاليد لأنه اندثرت وراحت. لكن اليوم بقدرة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى اليوم ما يجري في العراق هو دليل على أنه أنا على حق ورأي سديد، وما قمت به هو فعلا موجود، ولا زال أنه العراق وكثير من البلدان العربية محافظة على عاداتها وعلى تقاليدها وعلى أصولها. اليوم في كل حلقة كنا نوجه نصيحة للشباب أنه يتعلمون ويحافظون على العادات والتقاليد، لكن اليوم ما يجري بالبصرة أبهرنا. اليوم الصغير قبل الكبير، اليوم المرأة قبل الرجل، اليوم اللي يجري بالبصرة شيء لا يوصف، كرم لا يوصف، وهذا مو جديد عليهم. وأنا لما تكلمت لأنه أنا أعرف منو البصرة، وأنا اللي جرى معاي في عام 2011 من المواقف، والله رحت للبصرة قبل ما أدخل البصرة بأكثر من 100 كيلو، وجدت الناس على الشارع العام تنتظرني وتستقبلني، وهم ما يعرفوني بس يعرفون أنه أنا جيت من خارج البصرة وجاي للبصرة. ولما وصلت وشفت الكرم وشفت اليوم اللي تشوفونه بالإعلام، هذا هو، هذا مو جديد، هذه جذور موجودة وتربية ومبدأ تربوا عليه العراقيين وأهل البصرة وكل العرب إن شاء الله غانمين. لكن يمكن ما جت الفرصة اللي إنه يظهر معدنهم الأصيل مثل ما جت الفرصة الآن لأهل العراق ولأهل البصرة. أحييكم يا أهل البصرة، أحييكم يا رفعة الرأس. أنتم اليوم أثبتوا للعالم كله، مو بس للعراقيين ولا للخليجيين ولا للعرب، لكل العالم، إنه مهما حاولتوا أن تنهون أصالة العرب وعاداتهم وتقاليدهم وكرمهم ما راح تقدرون. اليوم بعد ما كل اللي جرى على العراق من 20 سنة من قتل وحرب وظلم وفقر وحصار وغيرها، اليوم العراقيين أثبتوا للعالم إنه العراقي يبيع ثوبه بس ما يتنازل عن مبدأه وما يتنازل عن قيمه وما يتنازل عن الشيء اللي تربى عليه. اليوم أهل العراق أثبتوا للعالم إنه هذا العراق عراق العرب كلها، إنه هذا العراق العظيم مو ملك للعراقيين، هذا ملك لكل عربي شريف غيور حر. لهذا أنا فرحتي لا توصف. اليوم أنا كسبت البطولة اللي هي بطولة القيم والمبادئ. اليوم أنا ما يهمني أي نتيجة رياضية، مثل ما أنا كسبت وكل العالم كسب، والناس اللي كانت تسمع وغيرها وعن اللي شوه الصورة وغيرها وعن اللي حاول يفرق ويزرع الفتنة ولا زالوا موجودين، لكن يخسون. اليوم اللي سووه أهل البصرة لأهلهم، اليوم هذا شيء يرفع الرأس وكل الناس تفتخر به. أهلنا وناسنا اليوم بالخليج كانت غشاوة على عيونهم، اليوم اجوا وشافوا الحقيقة وشافوا العراق، منو هو العراق ومنو البصرة ومنو أهل البصرة ومنو الكرم ومنو الشجاعة، لأنه الكرم شجاعة. خاف أحد يقول لي هسه شنو الموقف اللي صار، مو معركة، لا، الكرم شجاعة.
لما امرأة ما تملك شيء ببيتها وتشوف أحد القنوات الخليجية والإماراتية وهي ما تملك شيء ببيتها وتناديهم من الشباك إنه تعذبهم. لما عامل في محطة وقود بأجور يومية يشتغل، لما يشوف ضيف جاي من خارج البصرة ويقول له والله أني لأني بالدوام وما عندي أحد مكاني، بس أني ما أقدر أخذ منكم أجور الوقود إكراما لكم. أنا شخصيا حدث معايا موقف وهذا ما موجود إلا في البصرة، واليوم سووه مئات وعشرات المواقف أكثر منه. والله كنا جالسين أكثر من 12 شخص في مطعم، ولما طلعت رحت أريد أحاسب اتفاجأت إنه أبو المطعم يقول لي الحساب واصل. قلت له منين؟ قال لي والله ما أعرف، إجا شخص قال لي مبين ذولا ناس خطار على البصرة ودفع الحساب وراح، ما اجى قال أنا غداكم علي وكذا وصور وغيرها. لا. وكنت جالس في أحد الفنادق، والله أتفاجأ إنه يتصلون علي إنه أكو ناس جابت لك هدايا، وأنزل وألقى الهدايا اللي موجودة يعني لا تحصى وما أعرف منين. قال لي والله اللي جابتهن امرأة، والحد هذا اليوم والله ما أعرفها منه، ممكن هي تعرفني ممكن، لكن أنا والله ما أعرفها. فأحييها، ما جابتها باسمها ولا عندها مصلحة، جابتها باسم البصرة وباسم العراق. هذه الناس اللي احنا معتمدين عليها، وهذه الناس اللي أنا أزامط بيها ودائما أقول لا، عندنا رجال وعندنا خوات رجال وعندنا ناس ترفع الراس مهما يكون. هذه الظروف اللي صارت لا يمكن اللي متربي على شيء يقدر يتنازل عنه. فاليوم سوادهم بوجوههم اللي رادوا يفرقون العرب والأخوة وأهل البيت الواحد. اليوم عزائي لمن أراد أن يفرق بين الأخوة العرب وبين الأخوة العراقيين وبين كل من أراد الفتنة بين العراقيين وبين العرب. اليوم وقفتكم ووحدتكم ثقوا بالله، مثل ما كانت الوقفة في قطر وكانت نصرة للدين وللعرب، اليوم أنتم كملتم هذه النصرة، واليوم أنتم نصرتم عروبتكم ونصرتوا دينكم ونصرتوا عاداتكم ونصرتوا تقاليدكم ونصرتوا كل شيء يفتخر به كل عربي حر. وما أكتفي بما قام به أهل البصرة، كل العراق، ثقوا كل العراق هو البصرة، كل العراق هو مثل ما الآن موجود في البصرة. هم ذول العراقيين، هم ذول العراقيين اللي ينطي ثوبه بس يكرم ضيفه، وماكو عراقي ما يفرح بجية الضيف، وعنده ساعة سعادة وفرح لما يجي الضيف. اكو اكثر من هذه المعاني السامية، اكثر من هذا الكرم. فحياكم الله، حياكم الله يا العرب. انا ما اقول خليج ولا اقول، كل عربي حر هو ابن العراق. شكرا لكل من اوصل الصورة الحقيقية لنخوة العراق، لكرم العراق، لشيمة العراق. اليوم أثبتتم أنتم لسان العراق الناطق بالحق، أنتم لسان العراق. اليوم حكيتوا باسم الطفل اللي ما قدر يعبر، وباسم العجوز، وباسم الشايب، وباسم الأرملة، وباسم كل أحد، ووصلتوا صورة العراق، وقلتوا العراق يمرض بس ما يموت، وراح يبقى العراق. موقف آخر اللي هو قصة هذا اليوم. من فترة أشاهد تعليق على الحلقات باسم الشيخ أبو محمد الفتلاوي، تحياتي إله عمنا العزيز تاج راسنا. حقيقة بعد هاي يعني كثير من التعليقات طلبوا التواصل معي، وأيضا اتصلوا بي وتواصلت معاهم، وكانت هي مو مفاجأة، لا، لأنه أعرف هي هاي أصالة العراقيين. والله العراقي إنسان بسيط، العراقي يدخل الفرحة على قلبه كلمة، العراقي أبو نخوة، العراقي أبو غيرة.
وإذا يتصلون بي ويقولوا لي إنه الشيخ أبو محمد مريض على الفراش، نسأل الله له الصحة والسلامة والعافية، والآن يقول نفسي أنه أتكلم مع قاسم قبل ما الله يقدر عليه، وعمرك طويل إن شاء الله يا عمي العزيز. هذا الموقف والله حاولت أني أمسك دموعي، وحاولت أني أكابر وأمزح معاه، بس ما قدرت. ولما راد يتكلم معاي يقول لهم لا رغم مرضه، قالوا لهم لا أريد عقالي، جيبوا لي عقالي. ما رضى أن يسولف معاي ويطلع معاي ويفتح الكاميرا ويسولف معاي إلا يلبس عقاله. والمسكين نسأل الله أن يشفيه، كان يعني شوي كلامه بسبب المرض والجلطة اللي تعرض لها صعوبة الكلام، لكن والله ما أفرحني موقف. وكان يقول لي يا ابني أحبك، أسأل الله أن يحبك بقدر ما أحبك. مكسب والله، مكسب والله. أنا ما أتوقع. شكرا لهذا الحب، والله ممكن أنا ما أستحق هذا الحب، لكن شكرا لكم يا عراقيين، شكرا لكم يا رفعت الراس، شكرا لكم يا أهل النخوة. هي هذه طيبتكم، وهي هذه أساسكم، الطيبة والعفة والكرامة. وأصر إلا أنه يرسل إلي قصة رغم تعبه ورغم مرضه. اليوم القصة هي من الشيخ أبو محمد الفتلاوي من الكوفة، اللي راح تكون قصة حلقتنا اليوم. وهذه الرجل أرسل لي إياه، وراح الآن تسمعون بعض الكلمات منها، وراح تشوفون أنه الرجل يصعب عليه الكلام، لكن أنا راح أعيد لكم الكلام اللي قال. خلونا نسمع بعض كلمات من هذه الشيبة المباركة اللي أفرحتني واللي أسعدتني. خلونا معه. يقول هذا راح ضيف، والضيف 3 أيام ما يسألونه. عقب 3 أيام سألوه قال الشيخ، قال له معز بالرحمن، قال تستعطي، قال أنا رجال فقير أساعد العبد، أجيب له حطب وأجيب له ماي، قال يساعد العبد. ظلنا 15 يوم بالشهر، هسه ما يدريها، ساعد العبد شالوا يكديها وربطها يكديها. قال له هاي فرس ساعة الكود يركبها عمي، قال له كي هاي كديها، قال لك ليش؟ الدلاها صد عليها بالليل، القى العبد حاط المخدة على الخيه ومتوسده ومحدده، ما قدر. ثاني يوم ثالث يوم ما قدر، بس يشوفه الشيخ يركبها ويروح ورا العيال يوميا، ورا العيال يروح الضعف. هذا شاف الشيخ ركبها ظهر لغات تعدى الضار. سمعنا هذه الكلمات الجميلة من عمنا وتاج راسنا، وحييك، وما شاء الله أنت بعدك بخير، وهذه أزمة وتعدي، وإحنا ولدك وعين عيونك، وإن شاء الله اللي مشيتوا عليه نمشي عليه، وما نخيب ظنكم إن شاء الله. القصة إنه شيخ قبيلة أراد إنه يجيب فرس عند أحد شيوخ القبائل الأخرى، أراد بكل الطرق إنه يحصل عليها بس ما قدر. فهذا الشيخ عند القهوتشي، فقال له سوي قهوتك وصلحها ولا تطببها على الديوان، لا تفوت بيها على الديوان. قال له ليش؟ قال له ما عليك. قام سوى لي قهوة، حضرها، ذهبها. قالوا له شيخ شو قهوتك ما صبيت لنا قهوة؟ قالوا لهم قهوتي فنجالها اريد شرابة. قالوا عين عيونك.
قال الفرس الفلانية السبوق الأصيلة اللي يقدر يجيبها يشرب فنجالها. قام واحد قال له ابشر، أو شرب فنجالها ومشى. راح يسأل على العرب الفلانية لين ما طبع عندهم، أو يلا حي الخطار، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم هو عينه يريد يشوف الفرس وين، يدور بهالمحاري عنده البيوت دائر ما يدور كذا ما هو لاقيه. قال للشيخ الله محييك يا ضيف الرحمن، اليوم صار لك 3 أيام، عاد احنا ما ننشد الضيف الا بعد 3 أيام، عسى مو ناقصك شيء ولا قالها نقضي لك حاجتك. قال لا والله أنا معتاز شغل وغيرها، عاد والله هذا خليني مع هالعبد، كنا عبيد لله أعينه وكذا. قال الله محييك. يقول هذا مرت أسبوع أكثر 15 يوم، يحاول أنه يستخلي يبوق الفرس لكن ما هو قادر. يروح بالليل يلقى العبد حاط فراشه على القالها مربط الفرس، ما يقدر، شلون يحلها شلون ما يعرف. فكر أنه لازم يسوي طريقة يأخذ بها الفرس. فيعرف الشيخ يطلع على البر، يتفقد حلاله، يوسع صدره. تابع علي ما عرف دربه وين. والله يوم من الأيام قام طلع بدرب الشيخ. يوم قرب الشيخ شافه راكب الفرس أو عساه ارمي نفسه بالقاع، وقام يتمرغل بهالقاع. والله الرجال هذا شاف ولا شنو الرجال اللي بالقاع يتمرغل هذا. يقول والله حول من فرسه، قال عسى ما شرده. قال انت من فلان اللي عنده؟ قال بلا. والله شبيك؟ قال ما ادري، يعني طلعت واتمشى قلت خارج هالديره وكذا وجاني وجع وبعد ما اقدر. قال له قوم اركب انت على الفرس واني امشي. يقول هذا ركب الفرس لهناك، لا بالله هو يوم عادل عليه قال له لا بالله اركب ركوب احس نفسي احسن. يقول ركب على الفرس او لهناك، يقول وكان يلكدها. قال له يا مضعوف البغد، قال له والله شربت فنجالها هذه، كل عقلك ارد لك اياها. يقول الكدها وروح. وداها على الشيخ، قال له جبت لك الفرس اللي ردتها واللي شربت فنجالها. قال له شلون جبتها؟ قال له جبتها بهاللون وهاللون وهاللون. قال له والله مثل ما جبتها ترجعها، أنا دزيتك تجيبها ابو معروف ما تجيبها ببوق. وضحك على الطيبين. الرجال هذا لو مو طيب ما حول عن فرسه وخلاك تركب وانت مريض وموجوع. فقال للفرس ترجعها مثل ما أخذتها، أو رجع الفرس لأهلها. هذه العبرة من هاي القصة، إنه يلي تشتغلون بالنصب والاحتيال والكذب على الناس لا تقطعون سبيل المعروف، لأنكم توصلون الناس لمرحلة يمكن يشوفون فعلا الواحد المقطوع واللي غيرها واللي موجوع واللي مريض واللي ما يقدر يتقرب عليه، لأنه أفعالكم خلت الناس تخاف من كل شيء. فخلوا الله بين عيونكم، ولا تخربون سوالف الناس الغانمين والطيبين، لأنه إذا راحت هاي السوالف والطيب والإنسانية فاقرأ على الدنيا السلام. هذه قصة شيخنا وتاج راسنا الشيخ أبو محمد الفتلاوي، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبس ثوب الصحة والعافية، وتحية إلى من أعماق قلبي. بالختام تقبلوا تحياتنا،
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسون مصالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.